السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لقاء آخر. حبيت نشارك معكم الكوتي ديالي البسيط واللي هو عبارة عن الحرشة الغنية عن التعريف، الحرشة المغربية العريقة والمتوارثة أماً عن جدة، وبمكونات بسيطة وطريقة سهلة للتحضير. تبعوا معايا الفيديو للآخر تشوفوا معايا الطريقة ديالي في الحرشة والطريقة ديالي الخاصة. خديت هنايا نصف كيلو ديال السميدة رقيقة أو السميد الخاص بالحلويات، وضعته في إناء ودرت عليه واحد شوية ديال المليحة، ضروري من الملحة باش نعدلو الذوق، والملحة دائما على حسب الذوق. ودرت واحد ساشي ديال بيكنج باودر أو خميرة الحلويات، وخديت ملعقتان من العسل. انا اختاريت ندير الحرشه ديالي بالعسل عوضا من سكر حبيبات، ومن الاحسن هذا العسل هذا هو اللي كيخليها تكون محمره وطيبه مزيان، والطياب ديالها كيجي مقاد. انا هنا كنستعمل غير الاصابع ديالي في الخلاط. وضفت هنايا ايضا واحد نصف كاس ديال زيت المائده. العبار هنايا دائما كناخذوه بالكاس ديال العنبه. صافي هنايا كنحاول انني نلبس ديك السميده بهذيك الزويته صافي. وهذه هي الطريقه اللي كنديرها باش هذيك السميده كلها تلبس بالزيت. فاش خلطت هاد المقادير مزيان غادي ناخذ اناء صغير هكذايا ونعزل فيه واحد شويه من ديك السميده والزيت. خديتها لانني غنحتاجها من بعد باش نقرص بها الحرشه ديالي. وهنا السوائل غادي نستعمل حليب دافي. خديت هنايا تقريبا 2 كؤوس. الكاس الثاني ما استعملتوش كله، تقريبا نقصت منه واحد ربع كاس هو اللي غادي يشيط ليا. انا هنايا كنبدا ندير الحليب شويه بشويه باش تشوفوا معايا قداش غادي تحتاج ليا ديال الحليب. صافي هي هذه الطريقه كما قلت لكم، راني كنخدم غير بصبيعاتي وكنحاول هكذايا نخوخ يديا ما نجمعهاش بحال باش ما تعجنش ليا الحرشه ديالي وما تكونش مدقسه من الداخل. حتى جمعتها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. غادي نخليها هنايا على جنب بعد ما خطيتها اكيد تقريبا واحد ربع ساعه، ماشي بزاف. غادي نخليها باش ترتاح وتشرب ليا السوائل، وغادي تولي بهذه الطريقه هذه بعد ربع ساعه. وغادي ناخذ هنايا واحد الصحن باش نكمل الحريشه ديالي، وغادي نقرصها هنايا اولا قبل ما نحطها في المقلاة اللي غادي نطيبها فيها. انا خديت هنايا اي صحن كان عندكم، صحن دائري، ولكن في الاخر غتشاهدوا معايا باللي هذا الصحن هذا ما قدنيش، وغادي نبدلو. غادي نستعمل شي حاجه اخرى اللي هي كبيره باش ما تجينيش ما بغيتش الحرشه ديالي تجيني عريضه، بغيتها تجي في واحد السمك اللي هو مقبول. وانا هكذاك كتعجبني ما تكونش عريضه بزاف، ما تكونش غليظه. صافي غادي نقرصها هنايا. وهذا الصحن فعلا راه عاوني وساعدني. والطريقه اللي كتستعملوا او اللي كديروا هي هذه، كتخدموا بيد، كتقرصوا بيد، واليد الثانيه كتساعدوا بها وكتطردوا العجين من الجوانب باش هكذايا ما يتشقق لكم من الجناب. هانتوما الفيديو كيوضح راسو. هذه هي الطريقه السهله، دائما كتستعملوا اليد الثانيه باش تعاونكم، وانتم كترشوا بديك السميده اللي كنا نقصناها من السميد الاول بعد ما ضفنا ليه الزيت. هانتوما هذه الطريقه اي حاجه بغيتو تصلح لكم وتجيكم قاده، واي وصفه اكيد كتعطوها الخاطر، خصوصا المبتدئات. ولا عرفتوا هذه الطريقه اللي درت انايا راه يقدر يديرها اي واحد ولو يكون ما عمرو دار الحرشه في حياته. وهاد الحرشه هذه جات بنينه ما نقولش لكم، بالاضافه اللي غنضيف ليها في الاخر يعني جات فيها واحد البنه هائله بزاف. صافي هذه هي الطريقه، كتبقاو تقادوا فيها بجوج يدين، يد كتساعد وحده حتى هكذا. الا بان لكم شي بلاصه، الا بانت لكم شي بلاصه طالعه وحده هابطه، كتبقاو تجروا في العجين الجهه اللي كتبان لكم عريضه حتى كتقاد. صافي هنا انا غادي ناخذ هذه اللي كنرميو بها الخبز في الفران، هي اللي استعملت كتبان ليا هي اللي كبيره وهي اللي غتساعدني في هذه المهمه هذه.
صافي غادي نحاول انني نزيد نطلقها مزيان، نزيد نقرصها مزيان باش ما تجينيش عريضه. انا ما بغيتش الحرشه ديالي تكون عريضه ولا غليظه. تقريبا كما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، انا ما كنبغيش المعجنات ديالي يكونوا غلاظ بزاف، سواء المسمن البغرير الكيكه. ما كرهتش في شي مولات نديرها دائما في واحد المول اللي هو كبير باش ما تجينيش عريضه. انا هكذايا وهكذا كنفضل المسائل ديالي. صافي غندوز ديريكت ناخذ المقله اللي غادي نطيب فيها، وهنا كنوريكم العافيه انني نقصت عليها مزيان. من الضروري ان تكون العافيه مهيله باش طيب لكم الحشره ديالكم من الداخل، وما تكونش يعني ما تقلبوهاش وتجي محمره غير من الفوق وما طيباش من الداخل. صافي انا هنايا غطيتها طابت ليا من جهه، وفاش بانت ليا صافي تحمرات من الجوانب. صافي هذه هي الطريقه السهله. استعملت هنا واحد الاناء، كانت عندي واحد الصينيه كبيره هي اللي غطيت بها المقله ديالي. حتى هذه المقله هذه الصراحه كبيره بزاف تبارك الله، نفعاتني. صافي غنزيد نغطيها حتى تحمر من الجانب الثاني، وهذه هي النتيجه. حرشه سهله مهله كتحضر في دقائق. شوفوا راه غير من الشوفه ديالها تبان لكم قداش جات زوينه الصراحه، ما نكذبش عليكم جات بنينه بنينه ما تصوروش. وجات كلها محمره، واحد التحميره فيها كلها مقاده من الجنب اللي كتشوفوا، الجهه اللي كتشوفوا في الجنب الثاني كلها جات محمره بداك العسل اللي درت ليها. وهنايا ضفت ليها واحد شويه العسل من الفوق، ودرت ليها زبيده بلديه جات فيها بهاد الزبده وهاد العسل، جات فيها واحد المذاق فنيون. صراحه هاد الحرشه سهله مهله، سهله بزاف، ممكن ديروها في دقائق وغادي تنفعكم سواء الفطور او الكوتي، لانها ما كتاخذش وقت بزاف، كتحضر في دقائق. وهنايا انا غنقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها كي جات من الداخل. الزبده راه غاده معنا كنقطع فيها وهي باقا سخونه مع الحال بارد. دابا كلشي كناكلوه سخون ماشي مشكل، ماشي بحال الصيف. هذه هي الحريشه ديالي بعد ما قطعتها. شوفوا كيفاش جات في الداخل ديالها، جات هشيشه وكلها طيبه وجات فنيونه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوناش من لايكات والتعاليق ديالكم الزوينه. نشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.